السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مبروك عواشركم، تدخل عليكم بالصحه والهنا. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا عندنا هنايا المقرط اللي كيجي من الذ واروع ما يكون. شوفوا المقادير بطريقه ناجحه. اول حاجه اللي غادي نبدا بها انا، غادي نبدا بالتمر. كيف ما كتشوفوا التمر قاصح، كنتكي عليه بهذا الشكل هذا وهو قاصح. ضروري قبل ما نستعملوه خصنا نرطبوه، خصنا نعطيوه المذاقات اللي خصنا نضيفوا ليها. كنجيب واحد الماكينه حدايا وكنقطع داك التمر ديالي طريفات صغارين بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا، باش الماكينه تسهل عليها التحليب. ولا بغيتو نتوما تعملوه بيدكم عملوه بيدكم، المهم غير قلت حيت هو قاصح بزاف، يعني في الاول عادي يجيني شي شويه صعيب، قلت غادي نعملو في الماكينه باش يسهل عليا. الكميه اليوم اللي غنذكر معكم في هذا الفيديو هذا، دات معايا 750 غرام ديال التمر، يعني هذاك نص كيلو اللي كنتو شفتو معايا، وزدت 250 غرام ديال التمر. كنضيفوا له 4 المعالق اولا 3 المعالق ديال المزهر. كنضيفوا له الزبده مذوبه اللي ما فيهاش داك الحليب، يعني انتو مذوبه، هذا ماشي كيبان بحال العسل ولكن هذه الزبده. 3 المعالق. هذا عندي الماء ما غنضيفش في هذه الساعه، غير وريته معكم وصافي. يعني من بعد الا احتاجيتو عادي نستعملو. هنا الماكينه ما دلكتليش في هذاك الشيء اللي خصني، عجنتني شي شويه ومن بعد كملت بيدي. كتشوفوا القوام ديالو بحال هذا الشكل هذا، ولكن انا باقي خصني يكون رطب على هكا. زدت له معلقه صغيره ديال القرفه، ضفت معكم في الاول شفتوا الزبده والمزهر، ودابا ضفت معلقه ديال القرفه. هذا الماء اللي كنتو شفتوا معايا قبل، غادي نضيف شي رشيشه بحال هذا الشكل هذا، شي 2 معالق ديال الماء، وغادي نبدا ندلك. ضروري تعركوه مزيان حتى كيترخى. ما تزيدوش هنا لا زبده لا حتى شي حاجه، لا مزهر. الا زدتوا المزهر غينشف لكم، يعني زيدوا الماء ديال الصنبور شويه بشويه حتى كتشوفوه وصلنا للقوام المناسب، رطب مزيون ورطب، وحتى المذاق ديالو مزيون بديك الزبده والقرفه وداك الشيء. ديك الساعه كتعرفوه راه واجد. وإلا احتاجيتو الماء كثر راه كتزيدوا الماء كثر. وإلا وصلتوا غير لهذا القوام هذا اللي كتشوفوا معايا راه صافي. ندوزو هنايا العجين. هنا عندي السميده ديال الحرشه الموسطه. عندي هنايا الكاس كيوزن تقريبا 225 غرام 230 غرام. عندي 5 الكيسان ديال السميده ديال الحرشه موين، ماشي السميده الرقيقه مره. وعندي كاس ديال الطحين للفرص، كاس وربع. ها هو كاس وربع. يعني السميده عندي كيلو و150، وكاس وربع ديال الطحين. كاس وربع ديال الطحين ما داخلش في كيلو ديال السميده، كيلو 150 ديال السميده. عندي واحد الصبري ديال خميره الحلوى مليحه فانيلا كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندي الزبده، عندي كاس وربع ديال الزبده. هنا ضفت عليه الزيت نباتيه، هذاك اللي اللون ديالو قهوي، هذيك الزبده. كاس وربع ديال الزيت وكاس وربع ديال الزبده. نضيف هنا المزهر، نص كاس ديال المزهر. غنضيف عليه نص كاس ديال الماء، يعني كاس مخلط بالماء ديال الصنبور مع المزهر. غنحتاجو منهم كاس وربع. كاس مخلط ما بين الماء والمزهر، وربع كاس مخلط ما بين الماء والمزهر. كنظن الشرح واضح، ولكن دائما في صندوق الوصف كتجبروا المقادير. عملت شويه ديال المزهر وغادي نكمل 4 كاس بالماء. هانتوما كتشوفوا ما بين الماء والمزهر عندي كاس وربع. كنضيفوه على داك الخليط. كنضيف هنايا كوتشاره ونص ديال العسل، هذه الاولى، ولكن كيبقى القاع ديالها لاصق شويه. غادي نضيفو تقريبا وحده، ولكن هي كوتشاره ونص، لان تقريبا النص بقى لاصق في الكوتشاره ديال العسل. صافي. هاد المكونات غادي نخلطوها مزيان. انا عملت معكم هاد الطريقه اللي هي ساهله وناجحه. اللي ما كيخرجلوش المقروط الا عملتوه بهاد الطريقه كونوا متاكدين غادي يخرج لكم المقروط من ألذ واروع ما يكون. هنا كنخلط المكونات ديالي، كتشوفوا الكولور ديالو تبدل. ما كنخلطش بزاف، غير شويه، غير تنسجم الكل. حيت الزبده مع دابا البروده، دابا حنايا في شهر 3 البروده، حيت كنقول حنا في شهر 3 على حسب هذا الفيديو. ما عرفتش الناس فوقاش غيشوفوه، يقدروا يشوفوه في الصيف، ما نعرف. ولكن في دابا في شهر 3 دغيا الزبده كتبرد. خلط غير شي شويه قبل ما تبرد معايا بزاف. هنا المكونات اللي ضفت على السميده كنخلطو، كنبسبس داكشي مزيان حتى كنحس براسي بلي ان دخل داكشي تخلط مزيان. هنا عندي السميده اللي استعملت، بغيت نوريها معكم. السميده الاسم ديالها ميمونه. النوع ديالها متوسط. هذه السميده الصراحه بالله انا بعدا شخصيا كتحمقني، لا في الحرشه ديالها لا في البسبوسه لا في المقروط. كتجيني من ألذ واروع ما يكون في الوصفات. هنا ضفت ديك المكونات ديال
اللي عملت معكم، السوائل اللي عملت معكم كلها، وكنخلط. لاحظوا هنايا غادي تقولوا عندي السائل بزاف، ولكن ما تخافوا حتى من شي حاجه. السوائل هي هذيك. هانتوما عاد تشوفوا معايا الفيديو ساهل، ضفتو كله. السميده هانتو الطحين ضروري تضيفوه مع السميده، لانه هو اللي كيعطيه ديك كيعطيه ديك النعومه في السميده، لان حنا السميده عندنا موسطه. وكنحاولوا ما امكن ما كنعجنوش، غير كنبسبسو بالصبعين ديال يدنا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. غير كنبسبسو، غير كنجمعو، يعني خصنا داك الشيء ينسجم بلا ما نعجنو ما حتى شي حاجه، لان العجينه السميده ما كتعجنش. وبالنسبه للزبده خصها تكون بارده. اي حاجه من ديك السوائل راه خصهم يكونوا باردين، لان السميده لا عملتو ولا شي حاجه سخونه غادي تعطيكم الخيوط. هنا كتشوفوا القوام ديال السميده ديالي كنجمعها، يعني ما كنعجنهاش، غير كنجمعها. القوام ديالها ناشف شي شويه، لاحظتوا؟ يعني بحال اللي كتفتت. غادي نزيد لها رشيشه ديال الماء. نتوما كتشوفوا هاد 4 كاس ديال الماء. عادي نحاول ندخلو في هاد العجينه هادي. يعني انا على حسب المقادير اللي عندي ومسلسه كنعملها. هذاك المقادير اللي عطيتكم في الاول هي هذيك، ولكن هاد السميده هادي شربت لي شي شويه، زدت لها 4 كاس، او لا تقدروا توصلوا حتى لنص كاس. صافي هنايا من بعد ما خلطتها شويه ما كنخليوها لا تبات لا ترتاح لا حتى شي حاجه. جبت لكم المقروط ساهل، وقلت غادي نشاركو معاكم هاد المره هادي، لان ساهل ما كنقليوهش، ما كنخليوهش يبات لا حتى شي حاجه. كنجيبو كلشي مقادير وكنعجنوها في ديك الساعه وكنعملوها في ديك الساعه. هنا كنحاول نعمل الكويرات على حسب يكونوا قد. كنجيب النص الاولاني كنفرشو في الطاسه ديال الفران. كنظن هاد الطاسه الاغلبيه ديال الناس عندهم هاد الطاسه، ولكن كاين اللي عندهم صغيره وكاين اللي عندهم كبيره. يعني انا العبار ديالي هادي، يعني لما خانتنيش الذاكره، 40 سنتيم على شي 32 سنتيم، ولكن غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الحجم ديال اللاطه باش تعرفوا المقادير اللي خصكم تستعملوا. هنا قطعت واحد الكاغيط على حساب المديده اولا العبار ديال اللاطه اللي غتدخل الفران، باش كتساعدني. وكنعوض العجينه خصها تجي قد، يعني ماشي خصنا جهه عاليه وجهه اقصى. صافي وكنحاولوا نعوضوها بهذا الشكل هذا. كنجيبوا التمر ديالنا 750 غرام اللي عملنا لهذيك المقادير اللي شفتوا معايا. كنحاولوا نبسطوها اولا نطلقوها على حسب الكاغيط، لان الكاغيط قطعته تقريبا قد اللاطه اللي كتدخل الفران. وعادي نعمل له العبار على حسب الكاغيط، ولكن الا جاتنا طويله اولا قصيره حنا كنعوضوها، لان العجينه كتساعدنا. بهذه الطريقه هذه سهله، كتهزوها سهله، وعاد كتفرشوها على الكاغيط، كتعوضوها عاد كتنزلوها فوق العجينه باش حتى العجينه ملي كتجيو تعملوها كتساعدكم. صافي هنا كنقطع ديك الطريفات وكنزيدهم في هذا الطريف هذا اللي شفت فيه التمر قليل. كنحاولوا نعملوا يكون داكشي متساوي، ما يكونش شي جهه طالعه وجهه حاليه. كنهزوا الكاغيط بهذه السهوله هذه. الا عملتوا في الكاغيط غتجيكم الخدمه ساهله ونقيه. كنجروا فوق داك النص ديال العجينه اللي حنا عملنا في القاع ديال الطاسه بلا ما تعملوا لا الكاغيط وبلا ما تعملوا لا الزبده، لان حنا اصلا داك العجينه ديالنا فيها الزبده وفيها الزيت، يعني ميدمه ما عاد لصق ما حتى شي حاجه. صافي كنحاولوا التمر نقدوه، وهاد الزياده هذه اللي عندي هنايا غادي نقطعها وغنزيدها في البلاصه اللي ما وصلاش الحشوه ديال التمر. صافي كنحاول نعوضها كنحس بها بلي ان فحال ما كاينش جهه عاليه وجهه حانيه. وكنجيب نفس الكاغيط، هذا نفس الكاغيط بلا ما نستعملو بزاف نخسرو، نفس الكاغيط كنجيبو باش كنملسو الوجه ديال العجينه باش كتجينا العجينه مالسه وقد. صافي هنا جبت النص الاخراني وكنطلقوه فوق الكاغيط، ماشي بحال في الاول عملنا هنيشه في الصينيه. كنطلقوه فوق الكاغيط باش ملي كنجيو نهزوه كنعملو فوق الحشوه ديال التمر كيبقى لنا داكشي هو هذاك ما كيتخربقناش. حيت هاد العمليه اللي كنعمل دابا ما يمكنليش نعملها فوق الحشوه ديال التمر، لان ما غتبقاش معوطه، غادي ترون داكشي والعجينه ما يبقاش بيضاء، ترجع الكولور ديالها مزوق. حنا خصنا المقروط يجي نقي، يعني طبقه بيضاء وطبقه ديال التمر وطبقه بيضاء فوق منه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نملسو، وإلا شفت شي طريف العجينه طالع لي من واحد الجهه راه انا كنقطعو وكنغطي به البلاصه اللي ما جاش فيها العجينه. كيف ما كتشوفوا معايا البلاصه جات مالسه، الكاغيط هو اللي غيخلي لكم العجينه تجيكم مالسه. هنا كنحاول نعبر قبل ما نبدا نقطع. جيت للوسط وشفت العبار اللي خصني. انا ما عملتش المقروط كبير، عملته مربع معوض. الناس اللي كيعملوا في الدار هذاك هو
الطرف ديال المقروط، يعني ما يمكنش يجي اكثر من هكا. اللي كيجي اكثر من هكا هو اللي كيكون كيتباع في الزنقه. كنجي في الوسط وكنقسم وكنبدا نعبر الطروفه قداش خصني باش يجيوني الطروفه كلهم قد صافي. وكنجيب واحد السكين وكنقطعها في هذه المرحله هذه اولا قبل هذه المرحله. راه الفران عندي كيسخن على 180 درجه. عاود كنجي بحال هذا الشكل، كنعمل واحد الرشمه في الوسط وكنبدا نقطع بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. كنهبط حتى للقاع باش حتى الطبقه اللي في القاع تكون مقطعه. ها نتوما كتشوفوا ياك السميده ما كتقطع ما حتى شي حاجه وما يطرطق لكم ما حتى شي حاجه. غير تبعوا المقادير المضبوطه وتبعوا النصائح اللي انا كنشاركها معاكم. الناس اللي ما كتعرفش. صافي هنا قطعتها كلها. غادي نجيب هنايا القرنفل. صافي من بعد ملي كنزوقوها كنرجع نقطعوها في نفس التقطيع باش ما كتلصقش وكندخلوها في الفران. الفران قلت لكم كيسخن على 180 درجه. ملي غادي ندخلوها غادي نقص لها. انا بالنسبه لي الفران ديالي غنعملها على 170 درجه. العافيه غير من تحت. ملي غنشوف الحاشيه ديالها ذهبوا غادي نشعلها من فوق حتى توصل القوام النوع تتوصل الكولور ذهبي وعادي نخرجوها. هنا كنزوقوها بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا جات رائعه. غادي ندخلها في الفران نطيبها غير من تحت ومن بعد عاد نشعلها من الفوق حتى تطيب من تحت وندوزو نشوفوا. هنا عندي كيلو ديال العسل. كيلو ديال العسل دفيتها شي شويش من قبل غير باش تسرخى. كتشوفوها يعني سايحه شي شويه باش تدخل لي في المقروط ديالي. عندي كيلو ديال العسل ولكن ما نعملوش كله، غنخلي شي شويه. يعني تقدر دي معاكم كيلو حتى 900 غرام ديال العسل لان انا عملت الحجم عائلي ديال المقروط. صافي كنحاول نغطيها كلها بالعسل اللي انا دفيته غير شي شويه من قبل ما تخرج من الحلوه. هانتوما كتشوفوا شويه اللي بقى معايا شي 100 ملي ديال العسل. يعني غتدي معكم كيلو اولا 900 غرام ديال العسل. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش محمره معايا ومذهبه وكنحاول نشبرها ونقلبها وما كتهرش بسهوله. يعني شي حاجه اللي رائعه وفتيه في نفس الوقت. انا غير غنعض وعاد تشوفوا غنعض منها وما عاد تهرش. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غير تبعوا النصائح والمقادير المضبوطه غادي تجبروها في صندوق الوصف. اللي عجبو الفيديو يعملوا اللايك ويعملوا البارطاج ويخلي التعليقات الزوينه ديالكم. بحال دائما كنقول لكم عواشركم مبروكه. السلام عليكم.